أوجه هذا الخطاب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي للتأكيد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي تهاون أو سوء تقدير، وأن القرارات المصيرية تقاس بميزان المسؤولية لا بردود الفعل. أيها الإخوة والأخوات، تؤكد المملكة العربية السعودية أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم فرض أي واقع خارج الأطر السياسية المتوافق عليها مبدأ راسخ لا حياد عنه. وانطلاقا من هذا الثابت، فإن ما يجري في محافظة حضرموت والمهرة من تواجد أو ترتيبات أو نفوذ خارج الأطر المتفق عليها أمر غير مقبول ولا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وعليه تطالب المملكة بالانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع المواقع ذات الصلة في حضرموت والمهرة خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من وقت هذا الخطاب، بما يضمن تجنب أي مسارات تصعيدية وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. أن عدم الالتزام بهذا الموقف الواضح سيترتب عليه تحمل المسؤولية الكاملة عن أي تطورات لاحقة، حيث ستتخذ المملكة الإجراءات السيادية والسياسية والقانونية اللازمة بما يحفظ مصالحها العليا وأمن المنطقة وفق ما تكفله القوانين والأعراف الدولية. نؤكد أننا نؤمن بالحكمة، لكن في الوقت ذاته نؤمن بأن هيبة الدولة تصان وقراراتها تحترم وثوابتها لا تختبر.